بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة التوأم بتحييكم من كلية طب طنطا. زي ما اتفقنا في الأسرة إن إحنا عندنا مجالات كتيرة جدا هنشتغل فيها، مجالات ثقافية واجتماعية وترفيهية أهم من أهم الحاجات اللي إحنا بنهتم بيها هو المجال العلمي. ويهمنا جدا ان احنا نحاول نساعدكم بحيث ان انتوا تعدوا السنين الاولانيه في الكليه وتبداوا تتعلموا وتتاقلموا على الوضع بسهوله ان شاء الله من غير اي مشاكل. هنبدأ النهاردة نتكلم عن حاجة اسمها النيرفس سيستم. والحقيقة ان هدفنا من الكلام اللي هنتكلم عليه دلوقتي دوت مش اننا نشرح برانش معين، مش نشرح مثلا اوتونوميك نيرفس سيستم او سي ان اس او كذا، لا احنا عايزين نشرح شويه حاجات او شويه اساسيات او بيزكس كده. الاساسيات ديت هتساعدنا بعد كده اننا نفهم الموضوع ده، سواء شفناه في اي حته بقى، شفناه في اوتونوميك، شفناه في سي ان اس، شفناه بعد كده في الفارما، شفناه في النيورو اناتومي، شفناه في اي حته هنقدر هنقدر نفهمه ونتعرف عليه. اول حاجه هنبدا نتكلم عن النيرفس سيستم. تمام. طيب قبل ما ابدا اتكلم عن النيرفس سيستم لازم نكون عارفين شويه قواعد كده. ايه هي شويه القواعد ديت؟ قال لك اول قاعده عندنا الخليه بتاعه السي ان اس. خليه السي ان اس تتكون من ايه؟ من بادي او جسم، وحاجه اسمها تفرعات شجيريه او دندرايتس، واكزون او زائده. الاكزون ده في نهايته زوايد، الزوايد ديت هي اللي بتمسك مع الدندرايتس. هنعرف الكلام ده دلوقتي. يبقى احنا عندنا تتكون الخليه من 3 حاجات: اكزون، تمام، وبادي ودندرايتس. تمام كده. بصوا بقى يا جماعه، طريقه التوصيل في الخلايا العصبيه من فوق لتحت. يعني ايه من فوق لتحت؟ يعني الدندرايتس تشتغل كريسبتور، تنقل الامبلس لمين؟ البادي. فلما تنقل الامبلس للبادي توصلها لمين؟ للاكزون، والاكزون يوصلها للدندرايتس التانية لو كان عامل حاجة اسمها ساينابس او تشابك عصبي مع خلية تانية. يبقى كده الموضوع سهل. قال لك اول حاجة الدندرايتس اكت از ريسبتورز. امال البادي بينقل لنا الامبلس للاكزون، والاكزون بينقلها عن طريق ساينابس تاني، او ممكن الاكزون يروح ماسك الاكزون في الاخر يكون متوصل بعضله، فيبقى ده تشابك عصبي عضلي. فاكرين اللي هو تشابك عصبي عضلي، وبيتنقل عن طريق حاجه اسمها نيورو ماسكولار ترانسميشن، او النقل بين العصب والعضله. تمام كده. طيب تاني حاجه بقى عندنا قلنا ايه؟ ان الدندرايتس ان الاكزون بيعمل ساينابس مع مين؟ مع الدندرايتس. بصوا كده في الرسمه اللي عندنا اهي. احنا عندنا الاكزون بيجي مع الدندرايتس هنا اكت از ايه؟ اريسبتور. استقبلت من مين؟ من الاكزون، صح؟ اهي اكت از اريسبتور. اتنقلت الامبلس، مشيت في الاكزون التاني اهو، مشيت في الاكزون لحد ما وصلت لفين؟ لحد ما وصلت للاكزون. لو كان في عضله، لو كان في عضله ولا حاجه هتروح ماسكه فيها وخلص الموضوع. تمام. طيب ثانيه واحده وانا اسف. تمام. لو كان في عضله هنا هتروح نقل لها الامبلس، يبقى الامبلس اتنقلت من الاكزون عن طريق ساينابس، اتنقلت عن طريق خليه تانية، راحت العضله وعملت كونتراكشن. في مشكله؟ لحد دلوقتي مفيش مشكله، عرفنا القواعد. طيب نبدا بقى نتكلم كده او نفكر مع بعض في شويه حاجات. اول حاجه، ازاي بنحرك عضلات؟ هو ايه اللي بيحصل عشان نحرك عضلات؟ المخ او السيريبرال كورتكس بتفكر، فلما تفكر تطلع اشاره. الاشاره دي تتنقل عن طريق الخلايا العصبيه. تتنقل عن طريق ايه؟ الخلايا العصبيه عن طريق ايه بقى؟ في الخلايا العصبيه عن طريق الاكزون. تتنقل عن طريق الاكزون عشان تروح لمين؟ عشان تمشي عن طريق السباينال كورد وتروح للمصل. يعني ايه الكلام ده؟ او تعالوا نشوف كده. بصوا يا جماعه، ده القشره المخيه، صح؟ ايه القشره المخيه؟ انا بفكر يا جماعه انا عايز احرك العضله، فتبدا خلايا المخ اللي موجوده في المنطقه اسمها موتور اريا 4 او المنطقه
الحركيه رقم 4 اللي موجوده في المخ، تبدا الخلايا بتاعتها تطلع امبلس. الامبلس دي تمشي فين؟ في الاكزون. تمشي في الاكزون عن طريق بقى ايه؟ ان الاكزون ده ماشي فين؟ في السباينال كورد. الاكزون ماشي فين؟ في السباينال كورد. تبدا تمشي في الاكزون اللي ماشي في السباينال كورد لحد ما توصل لحد ما توصل للمكان اللي هتطلع منه. ما احنا اتفقنا بقى، او احنا عارفين اصلا من الاحياء ان السباينال كورد ده او النخاع الشوكي ده بيطلع منه مجموعه من الاعصاب، هي اللي بتخلينا، الاعصاب الطرفيه هي اللي بتخلينا نعمل انقباض للعضل، صح؟ طيب يبقى فضل ماشي الخليه بتاعه المخ، فضلت ماشيه، الاكسون بتاعها فضل ماشي في الحبل الشوكي لحد ما وصل للليفل معين. وصل عند ليفل معين، محتاج يعمل ساينابس مع خليه تانية عشان تطلع فين؟ للمصل، عشان تطلع للمصل. تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف لو احنا خدنا كروس سيكشن او خدنا مقطع في السباينال كورد ايه اللي بيحصل. قال لك ادي الخليه اهي نازله بالاكزون بتاعها اهي، ادي الخليه نازله بالاكزون بتاعها. هي الخليه بتمشي في الاكزون فين؟ قال لك انا لما جيت خدت ترانسفيرس سيكشن كده، ادي السباينال كورد لما اتقطع نزل الاكسون بتاع الخليه، وقع في حته اسمها posterior horn cell. posterior horn ايه؟ سيل. تمام؟ طيب لما وقع لا انا اسف وقع في حاجه اسمها anterior horn cell. وقع في حاجه اسمها ايه؟ anterior horn cell. هو اصلا الاكسون دوت كان ماشي فين؟ الاكسون ده كان ماشي في السباينال كورد. فين في السباينال كورد؟ قال لك في الماده البيضاء اللي موجوده دي. ماشي فين؟ في الماده البيضاء اللي موجوده ديت. امال الماده السوداء اللي موجوده ديت او الجراي ماتر اللي موجوده ديت عباره عن ايه؟ قال لك الماده البيضاء دايما الفايبرز، الماده السوداء عباره عن الخلايا. الماده السوداء عباره عن ايه؟ عن الخلايا. فاللي حصل كالاتي، اللي حصل ايه؟ كالاتي. يبقى احنا لما نيجي نشوف كده هو الاكسون كان ماشي فين؟ قال لك الاكسون كان ماشي فين؟ في السباينال كورد لحد ما وصل لحته عايز يعمل فيها ايه؟ ساينابس. لما نزل كان نازل فين بقى؟ قال لك كان نازل في حاجه اسمها الوايت ماتر بتاعه السباينال كورد. ماشي اهي، دي كانت ماشيه في الوايت ماتر بتاعه السباينال كورد لحد ما وصلت للحته اللي هي عايزه تعمل عندها ايه؟ ساينابس. الحته اللي عايزه تعمل عندها ساينابس. طيب ادي الاكسون بتاع الخليه الاولانيه، صح؟ يبدا يتشابك مع الدندرايتس بتاعه الخليه الثانيه، علشان يبدأ يطلع لنا فايبر طرفية، عشان يبدأ يطلع لنا عصب طرفي. العصب الطرفي دوت رايح لمين؟ رايح للمصل علشان يديها امر الكونتراكشن. يبقى انا فكرت هنا، اول لما فكرت نزلت الامبلس عن طريق الخلية، عملت ساينابس مع خلية تانية، في حاجه اسمها الانتيريور هورن سيل. في حاجه اسمها الايه؟ الانتيريور هورن سيل. ليه بنسميها الانتيريور هورن سيل؟ قال لك بنسميها الانتيريور هورن سيل عشان وضع السباينال كورد في الحاله ديت. وضع السباينال كورد في الحاله ديت بيكون ايه؟ بيكون لقدام. يعني انا لو جيت اشوف الانسان وهو واقف في اناتوميكال بوزيشن لقدام كده، هتبقى الجزء ده من السباينال كورد هيبقى انتيريور، باصص ناحيه قدام، والجزء ده هيبقى باصص ناحيه السباين ورا. تمام كده؟ فدوت اسمه بوستيريور هورن سيل وده اسمه انتيريور هورن سيل. تمام كده؟ طيب وبما ان دوت باصص لقدام ودوت باصص لورا، فالروت اللي طالع او الجدر اللي طالع من السباينال كورد في الحته ديت اللي باص لقدام يبقى اسمه anterior root، صح؟ امال دوت يبقى اسمه ايه؟ انا اسف معلش السكرول بتاع الماوس. امال اللي بره دوت اسمه ايه؟ اسمه posterior root. تمام كده؟ اسمه ايه؟ posterior root. تمام؟ طيب يبقى احنا دلوقتي عندنا لما نيجي ناخد كروس سيكشن، ناخد كروس سيكشن، على فكره الوضع ده وضع المخ كده غلط، المفروض يبقى كده. معلش انا اسف. طبعا احنا بنرتجل شويه لان احنا الوقت مش مساعدنا الحقيقه. اهو هو المفروض ان المخ كده، ده باصص لقدام ودوت باصص لورا في نفس الشكل، دوت باصص لقدام ودوت باصص لايه؟ لورا. يبقى
كده. تمام. طيب يبقى الانتيريور ده اسمه فينترال روت او انتيريور روت باصص لقدام، ده اسمه بوستيريور روت باصص لورا. تمام. طيب احنا قلنا دلوقتي الامر الحركي، الامر الحركي الخليه موجوده في المخ تنزل اكزون، الاكزون دوت يقع فين؟ على الانتيريور هورن سيل، الانتيريور هورن سيل يحصل ساينابس بين الاكزون اللي نازل من المخ، صح؟ وايه؟ وبين وبين الدندرايتس بتاعه الخليه اللي موجوده فين؟ في الانتيريور هورن سيل، في الجري ماتر بتاعه السباينال كورد، عشان يطلع لنا منها سلك او عصب طرفي يمشي عن طريق الفنترال روت، يمشي عن طريق الفنترال روت بتاع السباينال كورد علشان يوصل لحد المصل ويديها امر ايه؟ الكونتراكشن. في مشكله لحد دلوقتي؟ ده بالنسبه لازاي احنا بنحرك عضلات. تمام. طيب تاني حاجة هنبدأ نتكلم عنها بقى ايه؟ ازاي بنحس بالألم. تاني حاجة قلنا بنتكلم عنها هو ازاي بنحس بالألم. ازاي بقى بنحس بالألم؟ قالك بنحس بالألم عن طريق ان في ريسبتور للبين موجود في السكين بتاع الانسان، عن طريق ان في ريسبتور للبين موجود في السكين بتاع الانسان. هو وانس ان انا قلت كلمه ريسبتور يعني دندرايت ولا اكزون؟ يعني دندرايت. ما احنا اتفقنا بقى ان اي ريسبتور بيبقى ماشي تبع مين؟ ماشي مع الدندرايتس. طيب بس شكل الخليه اللي انا راسمها ديت غريب شويه، مش زي الخليه اللي احنا شفناها قبل كده. قال لك ما هو انا نسيت اقول لك ان احنا عندنا كام نوع من الخلايا العصبيه. قال لك عندنا 3 انواع من الخلايا العصبيه. عندنا خلايا عصبيه ليها دندرايتس كتيره قوي، دي اسمها مالتي بولر، يعني ليها كذا قطب. ماشي، ده قطب ده قطب ده قطب، دي اسمها مالتي بولر. تمام كده. تاني حاجه عندنا قالك عندنا خليه الجسم في النص وطالع منه طرفين، طرف لقدام وطرف لورا. الطرف لقدام اسمه دندرايتس، وطرف لتحت اسمه ايه؟ اكزون. وطرف لفوق اسمه دندرايتس، وطرف لتحت اسمه ايه؟ اكزون. دي كده اسمها باي بولر، يعني ثنائي باي بولر سيل او ثنائي القطب، باي بولر سيل. تالت حاجه عندنا خليه بتبقى الاكزون والدندرايت في اتجاه واحد وهي لفوق كده، فسموها يوني بولار سيل، الخليه وحيده القطب، لان الاكزون والدندرايت على امتداد واحد كانهم سلك كده مستطيل، مفيش بادي بيفصل بين الاثنين. يبقى احنا عندنا 3 انواع من الخلايا: يوني بولار سيل، باي بولار سيل، ومالتي بولار سيل. طيب الخليه بقى اللي بتستحمل، الخليه اللي بتاخد البين او اللي بتستقبل السنسيشن عموما، الخليه اللي بتستقبل السنسيشن او الاحساس دي بتبقى يوني بولار سيل. لو احنا خدنا بالنا كده ان الخليه ديت الدندرايت، طبعا احنا قلنا ريسبتور، يبقى دي دندرايت بتاعه الخليه، ودوت ايه؟ الاكزون. الدندرايت بتاع الخليه والاكزون على امتداد واحد فسموها يوني بولار سيل. طيب هي اليوني بولار سيل اللي احنا اتكلمنا عنها دي ازاي بقى بنستقبل الالم؟ قال لك اول حاجه السكين ياخد السكين فيه ريسبتورز، الريسبتورز دي تستقبل الالم، تمشي في الدندرايتس بتاعه الخليه اللي نوعها ايه؟ يوني بولار سيل، علشان تمشي بعد كده في الاكزون بتاع الخليه. اول لما تمشي في الاكزون بتاع الخليه تدخل جسم الانسان، تدخل السباينال كورد عن طريق ايه؟ قال لك تدخل السباينال كورد عن طريق الدورسال روت. تدخل السباينال كورد عن طريق ايه؟ الدورسال روت. وقال لك ان الدورسال روت قبل ما يخش السباينال كورد بيبقى جسم الخليه اليوني بولار دي بيبقى موجود في حته في جانجليون اسمها ايه؟ جانجليون اسمها ايه؟ اسمها دورسال روت جانجليون. تمام كده. يبقى جسم الخليه اليوني بولار دي بيبقى موجود في حته اسمها ايه؟ بيبقى موجود في حته اسمها دورسال روت جانجليون. بعد كده يدخل عن طريق الدورسال روت عشان يعمل ريلي او علشان يقع او يتحط فين؟ بيعمل ريلي فين؟ بيعمل ريلي في حته في السباينال كورد عشان يكمل مع جسم خليه تانية. طيب احنا اتفقنا ان كل اجسام الخلايا موجوده في الجري ماتر بتاعه السباينال كورد. طيب الجري ماتر بتاع السباينال كورد ديت فيها خليه، الخليه ليها ايه؟ ليها دندرايتس وليها اكزون. بما ان الخليه اليوني بولار ديت هتحط اكزون، يبقى لازم يستقبلها ايه؟ دندرايت، صح؟ يبقى لازم يستقبلها دندرايت بتاع الخليه الثانيه. في مشكله لحد دلوقتي؟
مفيش مشاكل. طيب هي الخليه التانية ديت هتاخد السنسيشن، تروح واخده السنسيشن ومطلعاه لحد البرين علشان السيربرال كورتكس تحس بالالم. في مشكله دوت بالنسبه لازاي بنحس بالالم. يبقى تعالوا كده بقى نشوف تاني ازاي بنحس او الميكانيزم بتاعه السنسيشن. في ريسبتور موجود في السكين، الريسبتور دوت يبدا ينقل امبلس عن طريق ايه؟ الدندرايتس بتاعه خليه اسمها اليوني بولار سيل. بعد كده يتنقل الامبلس عن طريق الاكزون بتاع اليوني بولار سيل علشان يوصل فين؟ عشان يوصل للبوستيريور اسمه ايه ده، للبوستيريور هورن سيل علشان يعمل ريلي. ما دام ده اكزون يبقى هيلاقي خليه تانية، الخليه التانية دي ليها دندرايتس تستقبل السنسيشن منه او تستقبل الامبلس منه، وبعد كده تبدا تطلعها عن طريق الاكزون بتاعها فين؟ للسريبرال كورتكس عشان تبدا السيربرال كورتكس تحس بالبين. واتفقنا ان الجسم بتاع اليوني بولار سيل دي بيبقى موجود في حته اسمها ايه؟ بيبقى موجود في حته اسمها الدورسال روت جانجليون. في مشكله كده؟ جميل. طيب طيب تالت حاجه بقى هنبدا نتكلم عنها هو ازاي الجسم بيتحكم في وظائفه. احنا كده اتكلمنا ازاي الجسم بيتحرك، اتكلمنا ازاي الجسم بيحس بالسنسيشن، بيحس بالالم، بيحس بالتاتش، بيحس باي حاجه. تالت حاجه اتكلم ازاي بقى الجسم بيحس بيتحكم في وظائفه. يعني ايه؟ هل ينفع تتحكم في ضربات قلبك؟ هل ينفع انت بدماغك كده تتحكم في ضربات قلبك؟ لو ربنا ساب لك ان انت تتحكم في ضربات قلبك هتعرف تركز فيها؟ هتفضل طول النهار بتركز؟ هل تعرف تتحكم في معدل التنفس بتاعك؟ هل تقدر تتحكم في الهضم؟ الكلام ده كله ربنا خلقه ان هو بيتعمل من غير ما انت ما تاخد بالك منه. تمام كده؟ طيب ايه بقى اللي بيعمل كنترول على الشغل دوت؟ قال لك حاجه اسمها الاوتونوميك نيرفس سيستم. وكلمه اوتونوميك يعني لا ارادي، الجهاز العصبي اللا ارادي اللي انت مالكش تدخل فيه. لو انت واحد لطشك بالقلم فجاه بتلاقي ضربات قلبك زادت ومعدل التنفس زاد ووشك احمر وخلاص مستعد ايه تضربه. بتحس ان الادرينالين اندفع في جسمك او بتحس انك اتنفضت كده وعايز تضربه. طيب ده اسمه اوتونوميك اكشن او اوتونوميك اكشن سمباثيك ستيميوليشن. انا ضربتك بالقلم فانت اتنرفزت، النرفز دي سمباثيك ستيميوليشن. تمام كده؟ طيب يبقى الاوتونوميك الجسم بيتحكم في الالم عن طريق الاوتونوميك نيرفس سيستم. طيب دلوقتي انا ضربتك بالقلم، تمام؟ الجسم او المخ بيعمل ايه علشان يعمل لك كنترول على جسمك؟ قال لك اول حاجه المخ بيبدا ينزل الامبلس ديت تنزل عن طريق حاجه اسمها